أعلنتها العصابة مؤخرا، وهي متخصصة في ترويج المخدرات، على مقر للشرطة بعد اعتقال أحد أفرادها. الفيديو نشر في فيسبوك وأحدث ضجة واسعة قبل أن تنتهي القصة كلها بأحكام قضائية قاسية صدرت بالأمس. ونقلا عن صحف جزائرية، أصدرت محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة قرارها بحق أفراد عصابة سيدي سالم بتهم منها تحطيم أملاك عمومية للدولة، التعدي بالعنف على رجال القوى العمومية، التحريض على التجمهر المسلح، وحكمت عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين 20 سنة و6 أشهر حبسا نافذا في حق 82 شخصا. تقول الشرطة الجزائرية إن العصابة تتكون من نحو 80 شخصا، أغلبهم شارك في هجوم استعراضي على مقرها في حي سيدي سالم بولاية عنابة شرق البلاد كما ترون هنا. هكذا ظهر أفرادها وهم يحاولون اقتحام مقر الأمن، يحملون السيوف، الخناجر، يطلقون عيارات نارية من بنادق الصيد، بينما لم يبدي رجال الأمن أي رد، بل تحصنوا في مقرهم حسب الفيديو الذي نشر في فيسبوك. وتم تداول هذا المقطع الذي صورته السيدة من نافذة منزلها في مقابل مركز الأمن في عنابة، وانتشر بشكل كبير على فيسبوك، واستخدمه بعض من أفراد العصابة وكذلك استخدمه أنصارها للترويج لهم والتباهي بمحاولة الاقتحام هذه لمركز الأمن. ومع ذلك كان لدى الشرطة الجزائرية تكتيك أفضل للعثور على أعضاء العصابة. استخدموا الفيديو المنشور على وسائل التواصل لتحديد هويات أفراد العصابة والعثور عليهم والقبض عليهم كذلك. بعد أن ألقت الشرطة الجزائرية القبض على أفراد العصابة، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بهذه التهم. سيتم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضية المشاركة والانخراط في عصابة أحياء وتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى حمل أسلحة بيضاء ظاهرة دون مبرر شرعي لزرع الرعب في نفوس المواطنين. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.